المنتخب المغربي يواجه منتخب جزر القمر على الساعة 8 ليلا بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. وتأتي هذه المباراة في إطار المجموعة الأولى، وهي مباراة افتتاحية لكأس إفريقيا للأمم لسنة 2025. فبالنسبة لهذه المباراة يمكن أن نعنونها بمباراة الطموحات المختلفة. فالمنتخب المغربي سيحاول إعطاء إشارات قوية بأنه منتخب يبحث عن اللقب القاري الثاني في مسيرته. وأيضا منتخب جزر القمر سيحاول تأكيد الصحوة الرياضية التي يعرفها هذا البلد. فيما يخص نقاط القوة للمنتخب المغربي فهي على الشكل التالي. فلدينا هو من أعلى المنتخبات تصنيفا في إفريقيا، وأيضا متقدم على مجموعة من المنتخبات العالمية بحكم حصول على الرتبة 11. وأيضا هناك شحنة إضافية بعد التتويج بكأس العرب، وخبرة وتاريخ قوي من خلال سلسلة النتائج الإيجابية التي قدمها مؤخرا بغض النظر عن الأداء. وأيضا يلعب أمام جمهوره وفي ملاعب عالمية وذات مواصفات كبيرة. لاعبين بارزين قادرين على صناعة الفارق. وأيضا هناك نقاط ضعف، فمن شأن الضغط الجماهيري أنه يشكل ضغطا سلبيا على أداء اللاعبين، وأيضا الضغط الإعلامي في ظل عدم المناداة على مجموعة من الأسماء التي كانت تستحق من وجهة نظرهم التواجد داخل هذه اللائحة. وأيضا إنجازات المنتخبات المغربية في السنوات الأخيرة، والغيابات والإصابات التي من شأنها أن تشكل إرهاصات للناخب الوطني. فيما يخص التشكيلة اللي نادى عليها الناخب الوطني، فهناك اللاعب أشرف حكيمي العائد من الإصابة، والذي يعد أحد مفاتيح اللعب للمدرب المغربي. أيضا حارس بونو استقراره على مستوى الأداء بنادي الهلال وأيضا بالمنتخب الوطني. فالبدائل هي قوية: منير الكجوي حارس نهضة بركان، وأيضا المهدي الحرار حارس نادي الرجاء الرياضي. بقية الأسماء واللاعبين على مستوى الدفاع: نايف أكرد لاعب أولمبيك مارسيليا، رومان سايس لاعب السد القطري، وأيضا اللاعب نصير مزراوي لاعب مانشستر يونايتد، وأيضا جواد اليميق لاعب النجمة السعودي. وفي الدفاع فهناك محمد الشيبي لاعب بيراميدز المصري، عبد الحميد أيت بودلال ستاد رين الفرنسي، آدم ماسينا لاعب تورينو الإيطالي. وأيضا أنس صلاح الدين لاعب يلعب على سبيل الإعارة لنادي روما من إندهوفن الهولندي. ما باقي الأسماء فوسط الميدان هناك نائل العناوي، الصباري، عز الدين أناحي، المرابط، وأيضا تيرغالين. فيما يخص الهجوم كيتواجد كل من أخوماش، عبد الصمد الزلزولي، أيوب الكعبي، إبراهيم دياز، وشمس الدين الطالبي. وأما أيضا هناك إلياس بن الصغير. أما فيما يخص القائمة الاحتياطية فهو كيتواجد منها كل من حمزة إيجامان واللاعب بالعمري، واحد موفق للناخب الوطني.